سخر حياته للمنظمات الخيرية وتطوير الشباب العربي في جميع المجالات. أسس مؤسسة اجتماعية لتأهيل وتدريب ورفع قدرات الشباب العربي. اهتم كثيراً بذوي الهمم. سميت كلية لإدارة الأعمال في جامعة إكسفورد باسمه. وفيق رضا السعيد رجل أعمال سوري سخر حياته لدعم الشباب الصاعد. ولد رجل الأعمال السوري وفيق السعيد في دمشق عام 1939، حيث كان والده رضا السعيد طبيبا جراحا. أصبح والده وزيرا للتعليم، وعلى يده نجح في إطلاق أول شهادة بكالوريا في سوريا، ليكون والده من أوائل المشاركين في بناء جامعة دمشق. تربى وفيق سعيد ضمن هذه العائلة العلمية وترعرع فيها، لكن وبسبب الانقلاب العسكري في سوريا عام 1963 اضطر للخروج من سوريا إلى جنيف. عمل في الاستثمار المصرفي والصفقات التجارية، إضافة لعمله في إدارة مطعم كنيس نيكتون. انتقل توفيق للعمل في المملكة العربية السعودية، حيث عمل في قطاع الإنشاء. حصل توفيق على الجنسية السعودية بموجب مرسوم ملكي. عمله المتقن أكسبه شهرة كبيرة وإعجابا من السلطات في المملكة، وهذا ما جعل اسمه يلمع ويصبح من أغنى الشخصيات في المملكة العربية السعودية بحلول عام 1973. أسس توفيق سعيد مؤسسة السعيد التنموية عام 1992 تكريما لابنه المتوفى آنذاك. وعملت هذه المؤسسة على دعم الأطفال وتنميتهم في المناطق التي تكون فيها الخدمات ضعيفة، وقدمت منحا دراسية للشباب في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ونفذ العديد من البرامج التدريبية لذوي الهمم في سوريا. ركز وفيق سعيد في أغلب أعماله الخيرية على دعم الصحة والتعليم، وخصص أغلب أعماله لذوي الهمم لأنهم وبنظره محرومون بشكل مضاعف. تبرع توفيق سعيد بمبلغ 23 مليون جنيه استرليني لجامعة إكسفورد لبناء كلية التجارة فيها. ومن باب رد الجميل قامت الجامعة بتسمية الكلية باسمه كلية السعيد لإدارة الأعمال. كل هذه الأعمال الخيرية كانت لدعم الطفولة والشباب ليكونوا بذرة معطاءة لمستقبل مشرق.